الناس الدغيدي بتقول مفيش حاجه اسمها جنه ونار بالمعنى اللي بيخوفونا بيه، وبتقول ان ربنا مش فاضي انه يحاسب كل الناس. بتقول احنا جزء صغير من الكون والموضوع اكبر من كده. تقول مفيش حاجه هتقف علينا او حد هيعاقبنا بالطريقه اللي انتوا بتتخيلوها ديت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بالرغم ان هو عارف انه داخل الجنه كان بيقول اللهم اعني على سكرات الموت، وانت جايه تقولي ان مفيش حاجه اسمها جنه ومفيش حاجه اسمها نار. في شيخ برضه معروف حد سأله سؤال زي كده، بيقول له يا شيخ ماذا لو مت واكتشفت أن الآخرة كذب؟ تخيلوا رد الشيخ قال له إيه؟ قال له ليس أسوأ منك لو أنت مت واكتشفت أن الآخرة حقيقة. اوعوا يا جماعة تمشوا ورا الناس دي، لأن الناس دي أساسا إيمانها ضعيف وكل حاجة عندهم في حياتهم حرام. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق الحلال وخلق الحرام علشان الناس اللي هتمشي في الحلال هتخش الجنة والناس اللي هتمشي في الحرام هتخش النار. سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما يموت كان خايف يقابل ربنا مع انه من 10 المبشرين بالجنة. انت بقى يا ناس يا دغيدي مبشرة بالجنة والله اعلم انت جايب الثقة دي منين؟ اوعوا يا جماعه تمشوا ورا كلام الناس دي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنه وخلق النار، وربنا سبحانه وتعالى كلنا هنقف قدامه وكلنا هنتحاسب. لو انت عملت حاجه خير هتتحاسب عليها، ولو عملت حاجه شر هتتحاسب عليها. ربنا رب يحسن خاتمتنا جميعا ان شاء الله ويحفظنا باذن الله. ابعت الفيديو لكل الناس عشان كل الناس تاخد بالها، واكتبوا لي يا جماعه رايكم في الكومنتات على الكلام اللي هي بتقوله، كلامها فعلا صح ولا كلامها غلط؟ وانا متاكد ان كلامها غلط مليون في الميه. السلام عليكم.